السلام عليكم. مرت عليا فترة في حياتي كنت تقريبا مش بقدر اصلي خالص. تمام، حرفيا مش بقدر اصلي بجد. لما مثلا حد يقول لي يلا نقوم نصلي بتاع، لا والله مش قادر. حاسس بقلبي بيوجعني، وحاسس الدنيا، حاسس ان انا بتعصر، حاسس ان انا كل حاجة، كل ذرة في جسمي مش قادرة تقوم تصلي فعلا. ممكن اقوم اتنطط، انزل، اروح، اجي، اعمل اي حاجة الا ان انا اصلي. طيب الموضوع ده كان قعد فترة مجنني، مش طايق نفسي، مخنوق ومتضايق بسبب ان انا مش عارف اصلي ومش قادر اصلي. والغريب اكتر من كده ان انا مش عارف السبب. يعني انا مستغرب ان انا مش عارف السبب اصلا. ف وكمان انت بقى عليك ضغط ان انت مثلا ايه، لا ده يا عم ده انت في ازهر، المفروض ان انت ربنا كرمك وحفظك كتابه. فايه اللي بيحصل؟ وجت بقى كمان مع كده ان انت بقى لك فتره ما بترجعش قران، ما بتعملش اي حاجه حلوه في حياتك تقريبا، وتقريبا كل العبادات مؤثر فيها. فكانت يعني من أسوأ الفترات اللي عدت عليا في حياتي. والفترة دي ما عدتش يوم ولا اتنين ولا أسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين. للأسف الكلام ده ممكن يبقى صادم لناس كتيرة جدا، وازاي ومش عارف ايه. والناس ممكن تشوفني من بره عادي، بس أنا حرفيا جوايا خناقات كتيرة جدا، حاجات يعني حرفيا حروب من جوه، حروب جوايا. والغريب أكتر من كده إن في الآخر تقعد تحارب وتحارب في نفسك. المشكلة انت مش عارف اصلا حد تمسكه، او يعني حرب مع حد انت مش شايفه ومش ماسكه. فنرجو ان ربنا يغفر لنا يا رب، وما يرجعناش للحالة دي تاني ابدا يا رب، اللهم امين. ولا انت ولا اي حد. طيب وبعدين يا عم خالد، انت يعني كده بقى مبسوط وطالع تجاهر بالمعصية يعني ولا ايه؟ انت مش عارف ان كل امتي معافى الا المجاهرون؟ لا، مين قال كده ان انا طالع جاهر بالمعصية؟ لا، انا بقول لك عشان انا عارف، انا حاسس الاحساس ده، حسيته كتير جدا، وعارف مدى ألمه. فبقول لك لو انت حسيت الاحساس ده، ان شاء الله باذن الله هقول لك على الحل. يعني اللهم لك الحمد، ربنا وفقنا ليه. حد وجهني ليه يعني. وهو حل مش هتلاقيه مش سهل، هو الموضوع بسيط. يعني شفت انت ايه؟ سهل الممتنع. هتلاقي الموضوع في ذاته ان انت تعمله بسيط، ولكن هتلاقي برضو تقل او كتير جدا في الموضوع دوت، وهتلاقي نفسك مش طايق نفسك برضو، متضايق وانت بتعمله. لان انا عايز اقول لكم ان وصلت مراحل، في مراحل وصلت ان انا مثلا اقوم اتوضى، تمام، ابقى جاهز ومتوضي، وافرش المصليه، واقف على المصليه مش طايق نفسي ومش قادر اخش في الصلاه. تمام، ممكن مثلا ايه، لو حد معايا هيصلي معايا يا جماعه يشدني بتاع، نشجع بعض، فايه فاخش معاه في الصلاه. دخلت في الصلاه خلاص ان شاء الله الموضوع خلص والدنيا تمام. ولكن طول ما انا ما دخلتش في الصلاه، الموضوع تقيل جدا. تمام، ممكن اقف على المصلية واقعد الف واروح واجي واشرب، وممكن اروح اكل حاجة، امسك التليفون، مش طايق، مش بجد مش قادر ادوس على الزرار اللي هو ايه، يخش في الصلاة بقى. تمام، وكل ده كان بيضغط على نفسيتي اكتر واكتر. يعني تخيل انت حالتي انا، وكمان بقى ضغط الناس اللي حواليا، مثلا ابويا وامي واي حد مثلا يقول لي قوم صلي، ببقى مخنوق ومتضايق، وفي نفس الوقت يعني متضايق ان هو بيقول لي قوم صلي، ومتضايق من نفسي برضه ان انا مش بقوم اصلي لوحدي. من كل الناحية، من كل النواحي مخنوق. فأنا كنت في حالة نفسية أتمناها وبشدة لألد أعدائي وأعدائكم وأعدائنا كلنا اللي إحنا عارفينهم، اللي إيه، اللي بيأذوا إخواتنا في كل مكان. فتتخيل إن أنت تتحول من إن أنت أنت أصلا الشخص أو الجهة اللي الناس أصلا مستنية منك أنت تنصحها وتشدها وتعينها على طاعة ربنا وتقول لهم يلا نصلي وبتاع، أنت بقيت أنت اللي بتتكاسل وبتكسلهم أكتر. انت بعد ما قعدت فترة تصلي بالناس إمام، برضه في وسط الفترات دي برضه كنت بتيجي إيه، مثلا طبعا إحنا عارفين إن الإيمان يزيد وينقص، فممكن مثلا تيجي فترة تصلي بالناس إمام، في نفس الوقت أنت بعدين أنت مش قادر تصلي. طب منين ومنين بقى؟ طب أنت كده حالتك إيه؟ ولا أنت منافق ولا أنت إيه؟ والشيطان بقى بيخش بقى، يا سلام، يتبسط هو بالحاجات دي قوي، يخش يلعب بقى معاك. المهم يا عم خالد، أنت عمال تحرق في الفاضي، خلاص عرفنا. يقول بقى الحل. الحل يا سيدي ببساطة ان في حاجه حصلت مع ايام النبي صلى الله عليه وسلم. في حد من الصحابه كان واقف في مكان فيه ميه، او بحيره او بركه، حاجه زي كده، او في نهر، مكان فيه ميه يعني، وبيتوضا او بيغتسل. فعشان يغتسل هينزل يعوم يعني، او كده، او حاجه زي كده على ما اتذكر. فقلع التيشيرت. طبعا انت عارف لما مثلا بيبقى لابس تيشيرت في الشمس،
فالجزء اللي متغطي التيشيرت مغطيه بيبقى ابيض، والجزء اللي متعرض للشمس بيبقى قمحاوي او اسمر او ايا كان. فكان في حوالي صحابه واقفين عادي، فواحد من الصحابه ايه، هو اول ما الصحابي دوت اللي في الميه قلع التيشيرت او قلع اللبس اللي هو لابسه، تمام، بان جسمه، تمام، وجسمه ابيض جدا. فصحابي هو اللي كان واقف جنبه بيقول ايه، حاجه زي ايه مثلا، ما رأيت مثل جلد عذراء مختبئة او حاجه زي كده، اللي هو ايه، معجب جدا بجمال وبياض بشرة الصحابي اللي هو ايه، اللي هو خلع ملابسه ده. فالصحابي اللي خلع ملابسه ده في المية اتكلبش مكانه، كعب المكان كده، وجسمه اتلبش كله في بعضه ومش عارفين يفكوه حتى من نفسه. فكان في صحابه واقفين شايفين الحوار اللي حصل، فراحوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا، وقال لهم على ما يقتل احدكم اخاه هل بركت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الوقاية، يعني كل واحد بيعجب بحاجة في، يعني بتبقى اسمها عين معجبة، دي عين معجبة، وبيطلع مع العين ديت سم، يعني في سم بيطلع مع العين انت ما بتشوفوش. فربنا عز وجل بقى جعل في وقاية من الموضوع ده، من السم ده، وانت مثلا لما تشوف حاجة تعجبك تقول ايه، اللهم بارك، او تدعو له بالبركة عموما يعني، تمام. فبنشوف حاجات كتير مثلا يقول لك ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا دي في باب حاجة تانية، وهي باب شكر النعمة، وانت بتشكر النعمة ربنا عليك انت على حاجتك انت، باب شكر النعمة. ولكن حتى لما تشوف حاجتك تعجب بيها، تحس ان انت هتعجب بيها، وقول اللهم بارك برضه، ادعي لنفسك كمان بالبركة، تمام، عشان ما نتناقش في النقطة تاني، ركز اهو في الحتة دي. وبعدين طب هو خلاص بقى العين وقعت، خلاص العين اصابته، تمام، شفت ايه اللي هو العين صابتني، العين صابت الصحابي ده خلاص. وبعدين ايه بقى، فاحنا عايزين بقى علاج، مش عايزين الوقاية خلاص ما بقتش تنفع، خلاص العين صابته خلاص فعلا، في امر واقع، عايزين علاج بقى. العلاج يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو الصحابي اللي اعجب بيه ان هو يتوضى في اناء، تمام، هو يتوضى في اناء، يعني يتوضى كده ويجمع المية اللي بتنزل منه بتاعت الوضوء دي في اناء، بعدين يجيبها للصحابي اللي هو يعني اعجب بيه. هو ما حسدهوش، ركز، هو ما حسدهوش، اعجب، عشان بس هنرجع للموضوع ده تاني ان شاء الله. فهو بعدين يجيب المية بتاعت الوضوء ديت، يخلي الصحابي اللي هو اصيب بالعين دوت يغتسل بيها غسل كامل، تمام، بس ايه، ما يدخلش يعني المية في بقه يعني فهو الصحابي اللي هيتوضى ده هيتوضى وضوء كامل عادي جدا. ولو الناس اللي هي بتقرف او كده، فمش شرط يعني ان انت عادي ننضف بقك ومناخيرك قبل ما تتوضى عادي بالمية الوضوء دي. بعدين بقى هياخد المية بتاعت الوضوء دي هو ايه، يغتسل بيها يا عم جسمه كله، كل حتة في جسمه توصل لها المية دي، كل حتة من بره، وهو يدلك برضه بايده كده مع المية وتصب مع الرأس، تمام. ف... فلما عملوا كده الصحابي اللي هو اتصاب بالعين دوت قام، يعني كأنه ما فيهوش اي حاجة، كأنه كان مربوط وتسيب، خلاص بقى اتفك، خلاص الموضوع ايه، شوف يا ربنا شفاه. وهو ده العلاج الوحيد، هو ده ايه العلاج الوحيد. طيب اذا كنت انا بقى اللي اعجبت بحاجة نفسي، انا ايه ده، هو انا ممكن احسد نفسي؟ لا، انت مش حد عاقل يقول كده ان هو يتمنى زوال نعمته عن نفسه. الحسد اللي هو زوال النعمة، تمني زوال النعمة من الشخص وان هي تجيلك. شفت واحد عجبتك فيه حاجة مثلا، بدلته، عربيته، مش عارف ايه، حسد ان انت تتمنى ان هي تروح منه وتجيلك، ودوت ما بيحصلش الا مع الناس المريضة اللي نفوسها مريضة، تمام، بيبقى معاه حقد غالبا يعني. المهم، طيب هو بقى ما حسدهوش، هو اعجب بيه. طب وانت لو اعجبت برضه بحاجتك تعمل ايه؟ تعمل نفس الكلام ده، هتتوضى انت بقى لنفسك، تمام، وهتغتسل بالوضوء بتاعك. واحنا غالبا يعني ما عتقناش نفسنا، مفيش حد تقريبا عاتق نفسه، اعجب بنفسه كتير. مفيش حد ما وقفش قدام المرايه مثلا هو بيسرح وعجبته التسريحه قوي،
او عجبته بقى وهو عجبه نفسه بقى وهو واقف ولابس البدله ولا لابس الحته اللي بيقول عليها، لابس طقم ومظبط الدنيا، او حل في امتحان مثلا وعجبته الاجابات بتاعته قوي، لا. او مثلا هو بيقرا قران عجبه صوته قوي، وهكذا. كلنا كلنا مبهدلين نفسنا يعني. فنفس الكلام، انت هتتوضى في اناء جردل مثلا ولا حاجه، والافضل طبعا تتوضى اكتر من مره، 3 مرات 5 مرات على قد ما تقدر، عشان تشيل كميه العيون اللي انت لابب بيها نفسك دي، واللي انا برضه كنت لابب بيها نفسي. عشان ايه؟ ربنا يعافينا ويعفو عنا ويغفر لنا بقى ويحفظنا. تمام. طيب ولو ما عملتش كده، هتفضل زي ما انت وبتدي لنفسك عيون جديده ومفيش حاجه هتتصلح. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كمان قال في الموضوع دوت، فيما معناه، مش فاكر نص الحديث، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حد طلب منك يقول لك اتوضالي عشان اغتسل بمية وضوءك، تمام، سواء بقى عين حاسدة أو عين معجبة أو أيا كان، فدوت انت واجب عليك طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش طاعة للي بيأمرك، اللي هو مش طاعة للي بيطلب منك، لا، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك وإذا استغسلتم فاغسلوا. لازم 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 غصب عنك تديله المية بتاعة الوضوء ديت، عشان توقف نزيف الحسنات بتاعك، وتوقف عداد السيئات اللي شغال عمال على بطال، واللي انت اديته عين دوت عمال يتأذى بسبب ان انت عينته. فالموضوع خطير جدا. كمان فكرة ان انت بقى تعمم ده بقى على الناس بقى، وتبدأ تعلمهم، اللي هو اصلا انا لسه سامع عن الموضوع ده ما بقاليش شهر ونص، شهرين بالكتير. فانت بقى متخيل بقى الناس العوام او اللي زي حالاتي وزي حالاتكم هيسمع الكلام دوت، هل هيبقى سهل ان هو ينفذه؟ لا، الموضوع تقيل جدا على النفس طبعا. ولكن يعني مثلا في السعودية الموضوع ده طلع مشهور. مثلا لو مدرسة من المدرسات في المدرسة وليكن تعبت أو مرضت، كل واحدة من زميلاتها بتروح لها بإزازة فيها الوضوء بتاعها من نفسها، تروح تزورها مثلا تقول لها عشان إيه؟ لا، تحرزا عشان هي خايفة على نفسها، وهكذا. فالموضوع دوت لازم نعممه ما بيننا، عشان ربنا يغفر لنا ويحفظنا ويرحمنا ويتقبل مننا ومنكم. طيب يا عم خالد، هل بقى انت عملت كده؟ اه، الحمد لله عملت كده. ربنا عز وجل يعني كتب لي، الحمد لله انه كتب لي الشفاء من حاجات كتير جدا، حاجات كتير قوي اصلا انت يعني كنت متخيل ان هي ممكن يبقى سببها حاجة تاني، او بدون سبب او بدون مقدمات حصلت، وهي كان السبب فيها هي ان انت عينت نفسك او حسدت نفسك. فدايما ادعي لنفسك بالبركة، وادعي لي بالبركة ذلك. عشان ده انا اتلبيت عيونه اصلا في الفيديو ده. لو هجيبك انا مش هضمرك، هخليك تتوضى وهاخد الميه بتاعتك وهغتسل في حته حره. هجيبك، بص، لو في امريكا هجيب. فلو شايف ان الفيديو دوت نفعك بحاجه، ولو حاجه بسيطه خالص، او حتى خلاك كسبت معلومه جديده، استغفرت، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، شيره مع حبايبك واصحابك والناس اللي ترجو ان هم ينتفعوا بالكلام ده. ربنا ينفعنا وينفعكم. الكلام اللي انا قلته دوت انا مجرد ناقل لي نقلته، انا مش مجتهد يعني، انا مش شيخ، بس يعني ايه، بحاول انقل العلم بس. ربنا مثلا اداني دي قدرتي مثلا، الامكانيات بتاعتي، فاللي هو واجب علينا ان احنا نعلم بعض وننشر الدين مثلا. وكمان عشان عشان احنا كده بنحمي بعض. يعني تخيل ان انت مثلا لما انت بتنشره بنية تحتسب عند ربنا ان ربنا يحفظك ويحميك من ان حد يجي بدل ما يلبك عين يقول اللهم بارك. شوف انت اديك انتفعت وانا انتفعت وكلنا انتفعنا وكلنا مبسوطين، وهنبقى مجتمع، بيئة جميلة جدا. تخيل مجتمع يبقى مسالم، ولما يشوف حاجة تعجبه يدعي اللي عنده الحاجة دي بالبركة. هيبقى عاملين ازاي؟ انما مثلا دلوقتي كل يعني ماشي، الواحد بيبقى ماشي شايف الناس طالع من وشوشها ومن عيونها شرار، بيطق من عينها شرار بجد، غل وحقد وحسد وأعوذ بالله، حاجات عجيبة. خصوصا كل ما تتجه ناحية الأرياف. الموضوع ده مثلا ايه، ممكن يبان ان انا بسخف او كده، لا، ولكن دي حقيقة وكلنا عارفين كده كويس.
فعايزين ننهي الموضوع ده يا جدعان بجد والله، عشان الموضوع بقى لا يطاق وبقى مش لطيف خالص. وانت عمال نزيف حسناتك شغال، عمال تديها للي انت اديته عنده، ولو حسناتك خلصت هياخد من سيئات ويديلك، وهيترمى يفضل يتكوم عليك سيئات لحد ما يسيبلكش ولا حسنة. خاف على نفسك وخاف على سيئاتك، وخاف على غيرك وخاف على اخوك. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ربنا ينفعنا وينفعكم ويوفقنا ويوفقكم، ودعواكم بالبركة والتوفيق. داخلين في امتحانات، داخلين ايه، احنا عمالين نطلع من امتحانات لامتحانات. على دعواكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.